رسالة لكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، حابب أقول له يا كابتن حسام طير الحمام وروح نام. وطول ما هيبقى في محسوبية، وطول ما أنت هتاخدها بالمواضيع الشخصية، يبقى دي أول خطوة وأول سكة في فشلك مع منتخب مصر. إيه الحكاية؟ الحكاية إن طبعًا كلنا عرفنا إن كابتن حسام حسن استبعد إمام عاشور وجاب دونجا في منتخب مصر. طيب إحنا نتكلم بالعقل وبالمنطق وبعيد عن بقى الانتماءات، وده أهلاوي وده زملكاوي والكلام ده كله. دونجا هل هو كان هداف الدوري؟ لأ. تمام. إمام إمام عاشور هو هداف الدوري المصري. طب هل إمام عاشور مهاجم راس حربة صريح في الملعب؟ لأ، إمام عاشور في خط الوسط. ورغم ذلك إن هو هداف الدوري، مع إن هو مش ملزم إن هو يبقى هداف الدوري، لأن الراجل ده مش راس حربة صريح، ده راجل خط وسط مهاجم. خط وسط يعني بيلعب في خط النص. شوف بيتخيل بيجري قد إيه عشان يسجل هدف. تمام. أنت دلوقتي يا كابتن حسام حسن ساعات بتيجي عليك أوقات في مباريات في أفريقيا، بيبقى عندك اللي أنت مش قادر تخترق الفرقة ولا من الجناب ولا من العمق، غير يا إما بفاول يا إما بتسديدات من خارج ال 18. واللي أنت استبعدته عن منتخب مصر ده، عنده الحلول بالتسديد من خارج ال18، وعنده حلول إن هو بيقدر يلعب من ناحية الشمال وبيكسر زي مثلًا باراكوت، ويخش ناحية الشمال وبيشوط. عنده حلول اللي هو بيقدر يلعب فاولات كويس، عنده حلول هو يقدر يجيب لك ركلات جزاء كويس. أنت استبعدت إمام عاشور هداف الدوري رغم إن هو مش راس حربة صريح، وجبت دونجا اللي أساسًا هو مش مؤثر مع نادي الزمالك، وكل حين ومين لمّا دونجا بيقدر يسجل هدف. أنت استبعدت واحد من أفضل خط وسط في الدوري المصري بشهادة جميع المعلقين والمحللين والنقاد، واستبعدت واحد من أفضل لاعيبة الدوري المصري في الوقت الحالي، بعيد عن الانتماءات. إحنا بنتكلم بقى عشان منتخب مصر، عشان عايزين نوصل لكأس العالم. لكن أنت يا كابتن حسام أخدت أول سكة غلط في طريقك مع منتخب مصر. لو هتمشي بالمحسوبية، هتمشي بالخلافات الشخصية، يبقى عمر منتخب مصر ما هيوصل لشيء، لان انت كابتن حسام المفروض بتتغاضى عن اي خلافات مقابل المنتخب الوطني يوصل للي هو عايزه. لكن انت لو هتمشيها بالخلافات الشخصيه والمحسوبيه وبالكلام وهات ده ولعب ده وما تلعبش ده، يبقى اللهم ان ولا هتوصل كاس عالم ولا هتعرف تاخد افريقيا.